قولوا بقى للبط مع السلامة. يلا بقى صحبه تحت دلوقتي جايين اهم هياخدوا البط. زي حاجة زي الفل اهيت، ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب ويطعمهم خيرهم يا رب، اللهم امين. شايفين بقى ماما واقفة ازاي؟ هتموت وتدخل تاني. بس كده خلاص بقى. تشكر يا حاجة نادي على كده. نقفل بقى البوكسة بتاعتنا وننضفها بكرة ان شاء الله، ونحطها بقى مع الدكر عشان بقى نستعد ان شاء الله لبط جديد. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حاجة بنرميها في الزبالة بديل العلف البياض. إيه هي الحاجة دي يا عمرو؟ تابعوا الفيديو للنهاية. ازيكم اغلى واجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ما تنسوش تذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده جايين بفيديو من عند الطيور، يا رب ينال اعجابكم ورضاكم. حبايب قلبي، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بقى اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك فضلا وليس امرا. واهم من كل ده انكم تنزلوا تصلوا على الحبيب المصطفى في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. خلاص بقى النهارده اخر يوم للبط بتاعنا معانا كده، خلاص نقول له بقى مع السلامة. طبعا النهارده اتنين طالعين لصاحب نصيبهم وهنذبح الباقي باذن الله. يعني خلاص وداعا يا بطاطاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مش هيتبقى معانا غير الفراخ بس والوز والروم، حلوين خالص. بس يا رب نعرف بس نربيهم ونجيب لهم اكل. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا بقى البط الصغير امبارح طلع راح برضه لاصحاب نصيبه، ربنا يبارك لهم يا رب ويطعمهم خيرهم اللهم امين. ها زي ما انتم شايفين بقى خلاص هنضف بقى البوكسه ديت للبطه التانية لانها يعني موسعه شويه، يعني خلاص بالكتير اسبوع كده وتبدا تبيض معانا هي كمان. البطه اللي انا جايبها شركه يا جماعه. هنضف لها بقى البوكس ده واظبطه لها كده واروق لها عليه عشان بقى تبص بامر الله، عشان بقى نستعد لايه لبطن جديده برضه. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. تعالوا بقى الموضوع الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. حاجه بديل العلف البياض، موجوده في كل بيت مصري وساعات بنرميها كمان في الزباله لو مش بنستفاد بيها يعني. شايفين الديكروم بتاعنا ما شاء الله بدأ ينفرشوش اهوت، يعني كده نقول بقى بشرة خير. يعني هو كده ممكن بقى يكون بدأ يكسر، طالما كده بدأ ينفش ريشه وبدأ ينفخ نفسه كده. يا رب فرحة ما شاء الله تبارك الرحمن. هي اصلا الرومية بتاعتنا موسعة، شايفين الديك ما شاء الله، شايفين اهو. فاللي يفهم بقى في رومي يقول له بيعمل كده ليه، لان اول مرة رباه ما اعرفش فيه اي حاجة خالص. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا بقى يا جماعه بديل العلف البيض بتاعنا هو الرز يا عمرو العادي. لا يا جماعه ده مش الرز العادي بتاعنا، ده الرز اللي بيطلع من المكنه بواقي الرز الصغير بقى. مش عارف بتسموه عندكم ايه، احنا عندنا بنسميه الرز الحت. فمش عارف بقى عندكم مسمياتهم اسمها ايه. زي ما انتم شايفين ده اهوت الرز اللي بيطلع من بواقي الرز كمان، اللي بنلاقيه في المكنه. ممكن كمان نشتريه من بتاع المكنه لو في ناس بترميه عندهم ما بتاخدوش كمان. طبعا بعد ما زودت لهم عليه برده اهوت علف على تشيشه للفراخ بتاعتنا. هو ده يا جماعه الرز ممتاز جدا للبروتينات والكالسيوم والفيتامينات، يعني جميل جدا ليهم. وبرده بديل العلف البياض وزياده في انتاج البيض. وعن تجربتي الشخصيه يا جماعه انا برده جربته قبل كده ما شاء الله كان جميل جدا يعني. اهو زي ما انتم شايفين الرز بتاعنا العادي على العلف على الدشيشه. انا بقى حاطط علف في الدشيشه كده بمزاجي، يعني انت مش ممكن تحط العلف في الدشيشه دول، هو لو مش متوفر عندك حطي بس الرز وخلاص. يعني الكيلو مش غالي بتاع المكنه، ممكن كمان يشحتهولك لو مش محتاجه. اهو حاجه يا جماعه سهله جدا ومش مكلفه. اهو تعالى بقى نحط لهم. يلا كل خلي برضه الرقميه بتاعتنا تاكل عشان تبيض هي كمان. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اللي هسيبه يا جماعه، هسيب دكر واحد بس من دولت والباقي هيتدبح. هسيب الدكر اللي هو ابيض فاسمر خلاص هسيبه بقى هو، واذبح بقى كل الموجود، والاتنين اللي هيطلعوا لصاحب نصيبهم من دولت هتبقى ديت اللي في وشنا ديت، وواحده كمان من السمر اللي جوه، والباقي بقى نذبحه خلاص. لان البط ده يا جماعه زهقني فشت. هو الدكر ده اللي انا هربيه، اللي هو اللي طالع دماغه ده اللي انا هربيه بامر الله، لان هو دكر ما شاء الله عليه جميل جدا. خلاص الدكر بتاعنا بقى خايب كده عجوز، فاحنا نربي واحد كمان صغير احسن، يعني ده كمان كده يقولوا كمان شهرين كده ويبدا يشتغل بامر الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الرز بقى هو كمان يكبر كده ويشد حيله ويتذبح هو كمان.
خلاص انا مش هسيب غير الرومي والبطه اللي بتطلع بتاعتنا الكبيره والدكر، ودكر شامورت والرومي بتاعنا والفراخ، بس كده. وربنا بقى يقدرنا على اكلهم، ونجيب لهم بقى اكل على طول، نعمل لهم بقى شيشه، نعمل لهم خلطات، يبقى كده حاجه خفيفه كده علينا، مش العدد ده كله يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. وبرضه لو لقيت في الوز دولت نتايه ولا حاجه هربيها، مش مشكله. لو لقيت بس فيهم نتايه حلوه كده وعجبتني هربيها، ما عجبتنيش مش هربيها وخلاص. فكل حاجه هتبان في وقتها. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شايفين الديك؟ ما شاء الله. النهارده مش هعمل لهم الخلطه بتاعتهم بتاعت كل يوم العيش على السرسه، لا يريحوا منها النهارده، ونحط لهم النهارده الرز ده. وان شاء الله بكره هجيب لهم حبه رز شعير كده من تحت عندنا، هفتح الشكاره بتاعتنا، بس ما حدش يقول بقى لماما. هاخد من وراها بقى حبه كده، اسمه ايه، اللهم صل على حبه رز شعير، ونحطهم بقى للفراخ بتاعتنا والروم عشان بقى يبيضوا هما كمان. الفراخ يوم بتبيض و10 لا، يوم بتبيض و10 لا. وبكره وان شاء الله برضو ممكن اذبح الديك الكبير واسيب الديك الشامورت ده. انا امبارح شفته بيخصب الفراخ، اللهم بارك. فممكن يعني احتمال 25% اذبح الديك الكبير واسيب الصغير الشامورت، عشان برضو الكبير خلاص هو كده وقته عدى، يعني احنا اخدنا خير والحمد لله. شايفين الديك الرومي؟ شايفين؟ ما شاء الله. بفرح لما بشوف شكله كده، والله بجد يا جماعه شكله جميل جدا، اللهم بارك يا رب. شايفين؟ ما شاء الله، يخت عسل يخت قمر، ان شاء الله، اللهم بارك يا رب. ناخده بقى صورة صغيرة كده جميلة زيه. استنى يا ولا. عرفنا كده يا جماعة بديل العلف البياض ايه؟ الرز ده جميل جدا، بديل العلف البياض. طب نقدمه للفراخ من عمر كام يا عمرو؟ من عمر ال4 شهور يا جماعة. نقدم للفراخ الرز ده او الرز الشعير. بلاش يا جماعة، بلاش العلف البياض، لان العلف البياض مش كويس يا جماعة. بلاش العلف البياض، انا اقول لكم اهو بلاش العلف البياض. اللي هيقول لك العلف البيض بيبيض بيخلي الفراخ تبيض وفل، قول له لا انت كداب. العلف البيض بيدمر الفراخ وبيخليها تقطع بيض، وعن تجربتي الشخصيه انا كمان. يعني العلف البيض ده حاجه يعني الحمد لله على اللي عملوها، مش هنسامحهم، لانها بيعملوا يعني حاجات مش كويسه فيه. طب ايه بدل العلف البيض يا عمرو؟ في العلف برضه، العلف اللي هو الخشن تركيز 21% بروتين، ده احسن من البياض. البياض بروتين 16% مش كويس. فاحنا نستخدم الرز الشعير او الرز ده او العلف العادي. بلاش يا جماعه العلف البياض، بلاش. وحتى في قنوات كبيره ما شاء الله بتقول كمان العلف البيض مش كويس، العلف البيض مش كويس يا جماعه. فبلاش العلف البياض فضلا وليس امر. وانا قلت بقى واللي عايز ياخد بالنصيحه ياخد، واللي مش عايز ياخد برضه راحته اللي هو عاوزه. بس كده يا حبيب قلبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. وده يكون الفيديو بتاع النهارده، يا رب ينال اعجابكم ورضاكم. ويا ريت بقى تحطوا لايك لو كنتوا استفدتوا حتى بعلمه واحده. ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. ولو فيديو مهم هرد عليه في الفيديو القادم. حبيب قلبي ده كده يكون الفيديو بتاع النهارده، يا رب ينال اعجابكم ورضاكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك لو مش مشتركين. يلا يا حبيب قلبي، دمتم لي في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمناسبة يا جماعة في مفاجأة قريبة جدا، خمنوا بقى هي في التعليقات، اللي هيخمن عليها اللي هيخمن صح هيبقى شطور. يلا يا حبيب قلبي، مع السلامة.